السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا المقبلين على اجتياز امتحان البكالوريا، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي نشرح لكم فيه بعجالة مجموعة من المدارس اللي يمكن تدفعوا ليها وان شاء الله تقبلوا فيها من بعد الباك. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك ودعموني باش نقدم لكم محتوى اكثر ان شاء الله. اولا واحد الميساج سريع قبل ما نبدا الفيديو، هو ان ما نحتاج كل مره نبقى بحال كاع الناس نعاود هاد الهضره، ولكن خاصكم تعطيو جهدكم كامل في الباك، حيت من الباك هو العتبه الاولى اللي من موراه غادي تقدروا تدخلوا لشي مدرسه زوينه وتكملوا حياتكم بسلاسه وديروا داكشي اللي كتبغيو ان شاء الله بلا مشاكل وبلا عقبات، ما بقاش يكون بزاف. والامتحان الوطني راه ماشي صعيب وبون كوراج ليكم كاملين. اولا غادي نبداو بالمدارس المعروفه، المدارس الكبيره، وغادي نبداو بالترتيب ديالهم من احسن مدرسه في المغرب الاقل درجات. اول مدرسه غادي نتكلموا عليها اللي هي ليسكا او، المعهد العالي للتجاره واداره المقاولات. هاد المدرسه اللي معروفه في المغرب كامل، اللي عتبه الولوج ليها عاليه بزاف. في السنين اللي فاتت كانت 18 بالنسبه لسيونس فيزيك، وهاد السنه الاخيره وصل المعدل ديالها ل 17. هاد المدرسه اللي معروفه باستقطاب محدود، يعني كتستقبل تلاميذ بعدد محدود جدا، كيخضعوا الامتحان شفوي وكتابي وانتقاء مدقق باش يختاروا احسن نخبه اللي يمكن تقرا في ليسكا او وتمثلهم. الدراسه فيه كتدوم لمده 3 سنوات. في النهايه ديالها يتحصل الطالب على دبلوم السلك العادي للمعهد في بزاف ديال التخصصات، فيها مجموعه من التخصصات. اولا تخصص التجاره الدوليه او كوميرس انترناسيونال، ثانيا تخصص الماليه والمحاسبه، تخصص التسويق والبيع، تخصص البورصه والاسواق الماليه، وتخصص التدبير البنكي. هادو هما التخصصات اللي كاينين في ليسكا او، اللي الترشيح ليها كيتم عبر الانترنت عبر الموقع الالكتروني ديال المعهد www.groupeska.ma. كتحط الملف ديال الطالب في السيت، من بعد كيتم الانتقاء الاولي، ومن بعد كتخضعوا المباريات اللي كنت قلت لكم من قبل. ثانيا غادي ندوزو لثاني احسن مدرسه في المملكه المغربيه، احسن مدرسه عليا في المملكه المغربيه، وهي لو ان سي جي او المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير، ايكول ناسيونال دو كوميرس اي دو جيستيون. هي مدرسه عليا كاينه في عده المدن في المغرب بحال القنيطره، طنجه، بني ملال، الداخله وغيرها من المدن. كاينه في 12 مدينه. مدة التكوين في لو ان سي جي هي 5 سنوات. في النهاية ديالها الطالب كيحصل على دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير في عدة مسالك، حتى هي فيها التجارة الدولية، التسويق والعمل التجاري، إعلان تجاري، تدقيق ومراقبة التسيير، تدبير الموارد البشرية، تدبير لوجستيكي، وعدة تخصصات ومسالك أخرى. مدرسة لو ان سي جي معدل الالتقاء فيها كيكون ما بين 14 و 15 بالنسبه لسيونس فيزيك. العام اللي فات كان استثناء ونزلوا العتبه ل 14 لسيونس فيزيك و 12 بالنسبه للعلوم الاقتصاديه، على حسب الظروف اللي كانت، النقاط اللي كانت طايحه مقارنه بالسنين الاخرى. كيدوز من بعد الانتقاء الاولي كما قلنا كندوزو الكونكور او المباراة الكتابية اللي تسمى بالطفيم. الطفيم كيكون فيه 4 ديال لي شابيتر، كل شابيتر كيهضر على حاجة. كندوزو الكونكور بنجاح، ومن بعد كيتحطوا لي ليست اللي غادي كيطلعوا فيهم الطلبة اللي ناجحين والمدن اللي تم الانتقاء فيهم. هاد المدرسة هادي اللي هي كما قلت
ما بين احسن المدارس العليا في المغرب، في المملكه المغربيه ديالنا. كتجمع 5710 ديال الطلبه في هذوك 12 المدن اللي كنت قلت لكم. يعني حتى هي انتقاء محدود، كيجيبوا النخبه ديال التلاميذ الكفء باش يقراو ويمثلوا لو ان سي جي. هاد المدرسه كما غتكونوا كتعرفوا بحال لياو اللي كاينه في فرنسا. تقريبا الدبلوم ديالها نفس المستوى، ويمكن لكم ايضا تقراو في المغرب السنين الاولى وتكملوا من بعد في فرنسا او بريطانيا على حساب الدخل ولا الايطا فينانسيير ديالكم. نبعدو شويه على مجال الاقتصاد وغادي ندوزو لعالم التكنولوجيا والعلوم، وغادي ندوزو للمدرسه المعروفه كذلك الشهيره لينسا، اللي هي المدارس الوطنيه للعلوم التطبيقيه، اللي الدراسه فيها حتى هي 5 سنوات. كاينه في عده مدن في المغرب بحال تطوان، مراكش، وجده، قنيطره، جديده وغيرها من المدن. هاد المدرسه هادي الدراسه فيها كتكون في عده مسالك: معلوماتيه، انفورماتيك، المواصلات السلكيه، الشبكات الصناعيه، اللوجستيكيه، نظم الكترونيه، الاوتوماتيكيه وغيرها الكثير والكثير والكثير من المسالك، اللي في النهايه ديال الدراسه ديالها كتخول الطالب ياخذ دبلوم 5 سنوات اللي كيتخرج منه مهندس. الدراسه فيها عباره عن 5 سنوات كما سبق وذكرت. 3 سنوات الاولى تحضيريه، والسنتين الاخيره كتختار فيها المسلك والتخصص ديالك. السنه الاولى كيتم الورود ليها عبر الموقع الالكتروني الرئيسي ديال لينسا. كما جميع المدارس اللي سبق وذكرتها كديبوزيو الدوسي ديالكم في لو سيت، كيتم انتقاء الاولي، من بعد كندوزو للكونكور. للكونكور كنصحكم ديروا ليه اون بريباراسيون، حيت البريباراسيون كتعطيكم بزاف المعلومات اللي ما كتكونوش عارفينها في السنوات اللي قريتو لا في الثانوي لا في الاعدادي. كيعلموكم كيفاش تعاملوا مع الكونكور ككونكور وتعرفوا تخرجوا راسكم. الاختبار الكتابي على فكره كيكون على شكل QCM او متعدد الاختيارات، يعني كيكون سؤال وتحت منه اختيارات وكتختاروا الجواب ديالكم. نمر الان لاخر مدرسه دخلتها في هذا الفيديو، اللي هي لابيزا، او اللي هي اختصار l'année préparatoire aux études supérieures en agriculture، او بلغه اخرى هي سنه تحضيريه لطلبه معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره في الرباط او ليافي. كما سمعتوا ان لابيزا فيها جوج ديال المسالك اللي هما ماجور، يا اما البيطره او الزراعه. يمكن يتخرج منها طبيب بيطري، كما يمكن يتخرج منها مهندس زراعي. لابيزا انتقاء كيتم كما اغلب المدارس اللي في البلاد ديالنا. الانتقاء الاولي كيتم على حساب النقطه اللي تحصل عليها التلميذ في البكالوريا، سواء في الجهوي ولا في الوطني. كيتم الانتقاء الاولي اعتمادا على هذه النقاط، خصوصا كيركزوا على المواد العلميه اللي هي الرياضيات وعلوم الحياه والارض والفيزياء والكيمياء. كيعطيوها معاملات مختلفه على حسب الاهميه ديالها داخل المدرسه. من بعد كنمروا الاختبار الكتابي اللي كتكون فيه ساعه وفيه 40 سؤال، يعني كما الكونكور اللي قلت لكم ديال الطفام ولا ديال لينسا، حتى هو كونكور فيه 40 سؤال كتابي، غير هو فيه اضافه، فيه جزء ثاني اللي هو اختبار شفوي. من بعد ما كينجح تلميذ في اجتياز هاد لي كونكور بجوج كيتقبل في المدرسه اللي هي لابيزا وكيبدا الدراسه ديالو. لابيزا فيها انترنا، كاينه في مدينه الرباط، فيها انترنا، فيها بزاف المرافق اللي كتوفر للطالب كتسهل عليه الجو ديال الدراسه ديالو. هي المدرسه، ومعلومه على هذه المدرسه، كتميز باكبر عدد من الخريجين سنويا في المغرب. معلومه مفاجئه، ولكن هي لابيزا كتخرج منها اكبر عدد ديال الطلبه في البلاد ديالنا في كلا التخصصين، سواء البيطره او الزراعه.
كان هاد الفيديو خفيف ظريف شرحت لكم فيه نبذة على كاع المدارس، ماشي كاع المدارس ولكن اغلب المدارس المشهوره في البلاد ديالنا اللي يمكن لكم توجهوا ليها من مور البكالوريا ديالكم. كاينين بزاف 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 ديال المدارس الاخرى، الحمد لله البلاد ديالنا كتوفر على بزاف الافاق، يمكن لكم تقلبوا عليها في الانترنت ولا يمكن لكم تطلبوها مني في الكومونتير ونصايب لكم فيديو تاني نشرح لكم فيه على المدارس اكثر. حظ موفق لكل طالب غادي يجتاز امتحان البكالوريا. ان شاء الله الله يكون معكم، خدموا مزيان وان شاء الله الجهد ديالكم ما غاديش يضيع، ونشوفكم في احسن المدارس وفي احسن المراتب. خليكم على خير، مع السلامه.